السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وبصحة دايما يا رب، وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى ان شاء الله كده فيديو جديد كله نشاط وحماس وطاقة ايجابية. طبعا بعتذر على بشاعة المنظر، بعتذر جدا 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 على بشاعة المنظر. انا اصلا نفسي عمري ما شفت الدريسنج عندي بالمنظر ده، لكن الشهر اللي انا جبت فيه كانت الدنيا كده خربانه زي ما انا وريكم كده في الفيديو بتاع الرجوع. وكمان اللبس بتاع ولادي وبتاعي وبتاع جوزي كل الشتوي كان لسه موجود وما كانش اتشال. وكمان انا كنت طبعا واخده معايا حاجات كتير قوي وانا ماشيه، وكل الحاجات دي بقى يعني حاطيناها كده في الدريسنج عاطل على باطل. فان شاء الله كده النهارده هنعمل مع بعض الدريسنج، هفور كده الكلام ده كله وهرجعه كده دريسنج ابن ناس زي ما كان في الاول. بس طبعا حابه اقولك في البدايه، لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ويا حبايب قلبي اللي موجودين معايا، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ويخليكم ليا، وبشكركم من كل قلبي على كلامكم الجميل وعلى دعواتكم الحلوه وعلى كومنتاتكم اللي بتديني كده دفعه وطاقه ايجابيه. فربنا يا رب يجازيكم كل خير ولكم بالمثل واكتر باذن الله. طيب عايزين بس كده الاول في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا المنظر زي ما انتم شايفين، انا من ساعه ما جيت الشقه والمنظر ده يعني عمال يزداد سوءا تمام. يعني دخلت كده على اوضه النوم زي ما انتم شايفين، بدات اول حاجه ان انا افضي الدريسنج ده خالص. فضيت كده يعني معظم الحاجات اللي فيه، هفضي طبعا كل حاجه موجوده فيه لانه برده كان مليان تراب، غير الكركبه اللي انتم شايفينها دي كان الارفف بتاعته كلها كده مليانه تراب. فانا حبيت طبعا ان انا افضي الاول كل حاجه علشان اعرف كده اشتغل على رواق. لكن طبعا الرواق هيجيلي منين؟ يعني انتوا كده هتشوفوا معايا دلوقتي منظر اوضه النوم نفسها بقى عامل ازاي لما فضيت الدريسنج. طبعا كل حاجه كنت باخدها من الدريسنج بحطها على السرير، والحاجات الشتوي اللي انا ما كنتش هحتاجها خلاص تاني كنت بحطها في الشنط بتاعه التخزين. شنط التخزين دي احنا كنا جايبينها مع بعض من التوربيني، كانوا تقريبا الخمسه مع بعض يعني تقريبا بحاجه و80 جنيه حاجه زي كده، ما كانتش الصراحه غاليه قوي. طبعا هنا المنظر يخض، وانا كمان كنت انجزت حاجات كتير زي ما انتم شايفين كده. الشنط بتاعت التخزين اهي موجوده على السرير، كنت بقى كل ما بطلع حاجه شتوي من الدريسنج كنت على طول بحطها في الشنطه بتاعت التخزين دي، على اساس ان انا يعني ما كركبش الدنيا اكتر ما هي متكركبه. والهدوم اللي على الركنه دي هدوم صيفي بتاعت ولادي وبتاعتي وبتاعت جوزي، حاولت كده بقدر الامكان ان انا يعني اقسم كده الهدوم اللي هتتشال واشيلها اول حاجه واخلص منها، علشان طبعا المنظر زي ما انتم شايفين. طبعا طلعت برضو الشنط بتاعتي كلها، قلت هبتدي كده ان انا المع فيها، بس الاول ادخل على الدريسنج انضف كده الرفوف واظبطها على اساس ان انا لما اجي اطبق الهدوم احطها يعني كده على نظافه. طبعا في حاجات كتير قوي 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 في الفيديو انا مش هشاركها معاكم علشان الفيديو كان هيطول قوي قوي مننا، فانا يعني صورت كده معاكم باختصار. لكن التطبيق نفسه، تطبيق الهدوم نفسها، انا كل ده ما صورتوش الحقيقه، يعني لان لو كنت هقعد اصور معاكم وانا بطبق الهدوم نفسها كنا هناخد وقت يعني طويل جدا، وانا اصلا خدت وقت طويل قوي في الدريسنج بالذات. هخلص معاكم ان شاء الله برضو الدريسنج، وبعد كده نخرج على الحمام بتاع الريسبشن. ما كنتش عملته معاكم في الفيديو بتاعي امبارح، فعلشان احافظ على نظافه الريسبشن هعمل ان شاء الله برضو كده الحمام بقى، هنعمله كده هنفوره، هنعمله كده تنظيف عميق العميق، يعني هنحميه كده ونرجعه كده حمام زي ما كان في الاول. طبعا انا هنا كان ولادي بقى يعني احنا في حوسه، يعني عايزين نلبس صيفي، اللبس الموجود كله شتوي، حتى اللبس اللي انا كنت واخداه معايا لما كنت ماشيه كان شتوي، فكنا في حوسه. فعلشان كده قررت ان انا اخلص من الدريسنج، لان انا كمان ما كنتش هعرف اعمل ابدا اي حاجه في غرفه النوم الا لما الدريسنج يكون نظيف. فان شاء الله كده ننجز كده كل حاجه. ويعني لو انت بقى كده محتاسه حس دي، انا عارفه ان في ناس يعني او معظمكم او كلكم مش عارفه الصراحه، بس اكيد كلكم يعني عملتوا العمله دي وشلتوا خلاص حاجه الشتوي وطلعتوا كمان اللبس الصيفي بتاعكم. لكن انا طبعا بسبب الظروف اللي انا كنت فيها فده اخرني جامد جدا ان انا اعمل المرحله دي واخلص منها. المهم دخلت بقى كده على الدريسنج بعد ما فضيته كله من اوله لاخره بالمقشه كده بتاعه التراب دي او بالفرشه بتاعه التراب. انا المقشه معلقه معايا لان انا شغاله بيها طبعا ال 24 ساعه اليومين دول، فالمقشه معلقه معايا، وبشكرها طبعا جدا من كل قلبي على التعب اللي هي تعبانه معايا عايزه اقول لكم ان انا يعني اليومين دول مسحوله. كلمت كذا بنوته علشان خاطر يجوا يساعدوني في الشقه وكده، بس للاسف طبعا احنا في موسم
في موسم تنظيفات علشان دخلت العيد. فكل ما اكلم بنوته تقول لي انا والله عندي اوردرات كتير ومرتبطه بمواعيد ومرتبطه باوردرات. فيعني الحمد لله رب العالمين كده، ربنا يا رب كده يعيني ويقويني، وان شاء الله كده يعني خلاص قررت ان انا اعمل كل حاجه لوحدي على ايام منفصله. برضو سارة الصراحة زي ما قلت كده في الفيديو اللي فات عملت معايا شوية حاجات حلوين جدا في قلب الشقة وتعبت، فالله يعينها. برضو عندها بيتها وعندها زوجها وعندها بنوتاتها، يعني عايزة اقول لكم سيلة اللهم بارك كبيرة ومريحة. لكن ديما عايزة اقول لكم يعني الله يكون في عونك يعني يا سارة، ربنا يا رب يعينك ويقويكي. ديما زنانة جدا، يا بتعيط كتير. فاصلا هي سارة الله يعينها يا رب على اللي هي فيه. وانا طبعا محتاجه كده دعواتكم الحلوه دي علشان اقدر كده اكمل، لان انا اصلا لو كنت ما جبتش الشهر ده عن الشقه ما كانتش هتوصل ابدا للمرحله دي. والتنظيفات العميقه بتاعه العيد اللي احنا داخلين عليه باذن الله يا رب ما كانتش هتبقى قويه قوي كده يعني او متعبه قوي بالنسبه لي. لكن قدر الله ما شاء فعل، معلش الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله كده واحده واحده ارجع الشقه كده زي ما كانت واحسن باذن الله. طيب انا عملت ايه؟ عملت زي ما انتم شفتوا الاول كده بالفرشه بتاعه التراب في الارفف كلها، وبعد كده جبت الفوطه دي يعني بليتها كده ميه بشويه كلور كده من اللي هو ريحته حلوه ده. هو اسمه كده يعني، الاولاني اللي انا كنت بستعمله كان اسمه كلوركس، لكن ده اسمه كلور بس كده، بس ريحته حلوه يعني. فانا نديت الفوطه ما غرقتهاش قوي، لان طبعا الخشب هنا انا مش حابه ابدا ان هو يتاثر، وكمان علشان يعني مش هقعد فتره طويله ان الخشب ينشف كويس عشان ارص الحاجه، انا كنت عايزه انجز واخلص. فزي ما شفتوا كده اديت برضو للخشب كله تلميع كده، والارفف كده اديت لها تلميعه من التراب اللي كانت فيها. وبعدين بدات كده ان انا ارص كل الشنط بتاعتي. طبعا الشنط في الاول لمعتها برضو ونضفتها، وفي حاجات نفضتها كده لان هي معموله من الاقمشه كده زي ما شايفين. الشنط الفرعونيه دي كلها نفضتها كده تنفيضه حلوه، والشنط الجلد كده لمعتها والشموع والكلام ده كله اتلمع. وبعد كده بدات ان انا ارص كده معاكم. في حاجات طبعا كده حطيتها مع نفسي على طول كده علشان انجز، وفي حاجات قلت لا ارصها كده معاكم. طبعا فرحه قلبي كده بتحصل لما بفتح اي شنطه من شنطي والاقي فيها فلوس. يعني طول ما انا مرزقه والله العظيم مرزقه، فتحت كذا شنطه لقيت في كذا شنطه فلوس، فلملمت كده حبه فلوس حلوين كده وانا شغاله، ورزق وجالي الحمد لله رب العالمين. المهم عايزه اقول لكم يا بنات ان في حد قبل كده على الشنط الفرعونيه دي وقال لي الشنط دي حرام ومش حرام. يعني انا بصراحه مش فاهمه يعني نوع الحرمانيه اللي انت بتتكلمي عنه في ايه بالظبط. دي بالنسبه لي مجرد شنط لا اكتر ولا اقل، هي مجرد شنط وبس، مفيش اي حاجه تانية ولا اي حاجه تانية خالص في دماغي. فيعني مش عارفه بصراحه، يعني هي كانت كاتبالي كده في كومنت، فيعني اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك مما لا اعلمه. زي ما قلت لكم هي بالنسبه لي مش اكتر من شنط بس كده. هنا بقى كنت رصيت كل الشنط بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. يعني حبيت كده ان انا اغير المنظر، لان انا ما كنتش حطاهم كده في الاول، انا كنت حطاهم كلهم فوق بعض. وفي الاول خالص لما جيت هنا الشقه برضو كنت حطاهم شبه كده شويه بس كانوا تحت شويه. فقررت كده ان انا اخد الرفين دول للشنط بما ان اللبس هيبقى قليل، لان اللبس الصيفي اصلا اقل بكتير من اللبس الشتوي في حجمه. يعني فاهميني؟ طبعا اللبس الشتوي بيبقى صوف بقى وجواكت وحاجات كده مكعبله، ف يعني المكان هيبقى اوفر بكتير لما اتخلص من الحاجات دي او اشيلها. يعني مش هرميها طبعا، اشيلها. فقررت كده ان انا اخد الرفين دول احط فيهم كده الشنط بتاعتي. طيب نزلت بقى بعد كده على السجاده. طبعا السجاده دي بتاعت الدريسنج، والسجاده دي دايما بتكون نظيفه، لان يعني ما فيش ابدا حد بيدخل عليها بشوزات او كلام من ده. اللي بيدخل المكان ده بيدخل بس علشان يجيب لنفسه اي حاجه هيلبسها، او انا اللي بدخل اجيب لهم حاجتهم. فالسجاده دي نظيفه ومش محتاجه ابدا ان هي تتغسل زي ما انتم شايفين كده. فاكتفيت ان انا عملتها كده بس بالمكنسه، وهعمل كمان الارض بالمكنسه، وبعد كده هبتدي امسح على طول. انا بصراحه ما حبيتش ابدا ان انا اغرق هنا المكان واعمل فيه رغاوي واعمل العمل اللي انتوا عارفينها كده لما باجي امسح، علشان الرف بتاع الشماعات انا سبت عليه حبه عبايات كده متعلقه ما شلتهاش. كنت يعني بحاول كده ان انا اخفف عن نفسي، والحاجه اللي ما كانتش محتاجه ان هي تتشيل فما كنتش بشيلها. فالرف بتاع الشماعات كان فيه عليه عبايات وشويه حاجات كده، فبصراحه ما رضيتش ان انا بقى اشيلها وارجع تاني ارصها تاني مكانها. فالحاجه اللي كان بينفع ان انا يعني اسيبها مكانها في الشماعات بالذات سبتها، لكن الارفف كلها فضيتها. وكمان في حاجات كده كنت بشيلها كنت بحس ان هي متطبقه، فما رضيتش طبعا افردها تاني وارصها من الاول. هنا بعد ما مسحت الارضيات كلها رصيت بقى الشوزات بتاعتنا هنا في المكان ده، الشوزات بتاعت سيف وبتاعت محمد، وفي برضو حاجات تانية بتاعت احمد.
معظمها حطها لهم، حطها في الجزامه بره، لكن هنا حاطه معظم الحاجات بتاعتي انا اللي تخصني انا، يعني بما اني محتليه اكبر اكبر مكان من الدريسنج انا اللي محتليه في البيت ده، فبحب كده ان انا احط هنا الشوزات بتاعتي، ما عدا بس الشوزين اللي هم الضخمين شويه دول، الهافان والاسود، دول بتوع احمد، فحطيتهم له هنا معايا. يلا مش مشكله، خليها علينا احنا المره دي. المهم عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت رص الشوزات كده على الارض، مسكت بقى كل الهدوم اللي كانت في الاوضه اللي انتوا شفتوها دي كلها كلها كلها، طبقتها ورصيتها وخلصت منها الحمد لله. وقلت بقى كده اصور معاكم المقطع الصغنون دوت وانا بطبق الملايات. عايزه اقول لكم ان انا معظم الاماكن بتاعه الدريسنج غيرتها، يعني المكان بتاع الملايات انا غيرته، في كده اماكن كتيرة غيرتها، بدلت اماكن مكان اماكن، حسيت كده ان هيكون مناسب معايا اكتر. الملايات في الاول انا كنت حطاها كده في دور عالي شوية، فكان بيتكعبل معايا باستمرار، ويعني الصراحة كنت مهملة فيه، فقررت كده ان انا احطهم كده في مكان يعني يكون تحت، على اساس يبقى سهل عليا لو اتبهدل اقدر ان انا يعني انظمه تاني بسهولة. مش عارفة، عايزة اقولكم خدوا كده جرعة نشاط وطاقة ايجابية من الفيديو، لكن انا يعني حاسة كده ان انتوا المرحلة دي يعني خلصتوها وخلصتوا منها. لكن لو عندكم بقى غسيل محتاج ان هو يتطبق في دولاب مثلا اتبهدل ولا حاجة، قومي يلا كده اتشجعي معايا ونظمي كده الدولاب بتاعك وخليه كده كل حاجة فيه مرتبة. البوكسات اللي انا حاطتها تحت دي فيها حاجات تخص سيف ابني ومحمد والكابات بتاعهم والكلام ده. هنا البرانيت بتاعت احمد هنا حطها له في الرف ده، والبوكسين دول برضو فيهم حاجات كده تخص احمد. وهنا كده كانت خلاص دي كده اخر مرحلة انا كنت بعملها. وتعالوا بقى كده اعمل لكم جولة كده خفيفة في الدريسنج بعد ما خلصت كده فيه كل حاجة. طبعا اللبس يعني قليل، لان انا لما جيت لقيت كمية غسيل فظيعة محتاجة ان هي تتغسل، وفي حاجات كتير قوي لما طلعتها كده من اللبس الصيفي اللي كان موجود تحت السرير برضو ريحته ما كانتش عجباني قوي، ففي حاجات تانية برضو لسه هغسلها وان شاء الله كده ابقى احطها كده وارصها على نظافة. حطيت كده في الرف اللي فوق ده كده فوط ودفايات، وهنا في كده برضو فوق خالص كده في اكياس مخدات الرف اللي تحت ده بتاعي، وهنا البوكسات اللي فيها الطرح بتاعتي، والرف ده برضو بتاعي. يعني حاولت كده انظم تنظيمات مختلفة عن المرة اللي فاتت او عن اخر مرة كان متنسق فيه او متنظم فيه. الدفايات بتاعت الركنة حطيتها هنا غسلتها برضو وحطيتها فوق، والمفرش اللي فوق دوت بتاع سرير غرفة النوم. يعني حاسة كده ان النظام كده احلى واهدى قدام عينيا. الملايات كلها زي ما انتم شايفين حطيتها تحت خالص. الفوط بتاعت الشقة معظمها كلها مش نظيفة، فطبعا انا من ساعة ما جيت اصلا شغالة دايركت كده في الغسالة على طول بغسل. وهنا عندي في الشماعات اللي على اليمين دي في حاجات كتير جدا محتاجة ان هي تتكوي، فهبعتها ان شاء الله كده باذن الله، يعني تتكوي واحده واحده كده. عايزه بس الحق ان انا اخلص يعني معاكم باذن الله باذن الله قبل العيد. عايزه الحق ان انا افرش قبل العيد. اليومين دول كده فيهم ضغط جامد جدا عليا. هنا الهوكات دي انا معلقه عليها كده الاكسسوارات بتاعتي، وفي بقى طبعا بقيه الاكسسوارات كلها بره على التسريحه. عايزه كمان يعني اخف كده المكتبه اللي جنب التسريحه دي، يعني كده الله المستعان. يعني اليومين الجايين كده محتاجه بجد دعواتكم. حاسه زي ما اقول لكم كده ان انا في ضغط عليا، لكن ان شاء الله كده باذن الله نحاول كده ننجز ونخلص قبل العيد. لكن موضوع الدريسنج ده بصراحه كان لابد منه، لان كان موقف حياتنا. يعني انتوا عارفين طبعا كل حاجه احنا يعني الهدوم اهم حاجه في حياتنا، مش هننفع ابدا نعيش من غيرها. فالحمد لله رب العالمين خلصت بقى كده من الدريسنج، وقلت بقى كده اخد هدنه كده مع نفسي. طبعا الكفرات بتاعت اللحفه دي كنت حطاها بتتغسل على ما خلصت الدريسنج، كانت كمان هي خلصت فنشرتها كده. والسجاده الكبيره اللي كانت محطوطه هنا اللي هي بتاعت البلكونه مش كبيره قوي يعني، كنت خلاص نشفت فشلتها. كنت سايبه بس كده المشايتين دول ينشفوا شويه. شربت بقى كده حاجه كده مع نفسي وخدت هدنه. وهندخل بقى دلوقتي كده انا وانتوا على الحمام بتاع الريسبشن، لان لما كنت عملت معاكم فيديو بتاع الريسبشن والبلكونه ما كنتش بصراحه عملت الحمام، كنت تعبت جدا فما كنتش عملت الحمام. فانا عايزه كده برضو يعني كل ما اعمل معاكم اي حاجه في فيديو اخد كده حمام من الحمامات اخلص منه، لان الحمامات واصله لمرحله يعني رهيبه، واصله لمرحله صعبه جدا جدا جدا. انا صعقت من منظر البلكونه والدريسنج والحمامات اكتر حاجه الصراحه. فيعني الله المستعان. يعني المهم هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت بقى شويه صابون سائل من اللي هو الفيبا ده، وحطيت اللي هو المنظف بتاع الحمامات، وكمان حطيت بريكس اللي هو متعدد الاغراض،
وكلور والبريكس اللي هو بتاع قاعدة التويلت ده هستعمله النهارده اول مره. بس بصراحه لما استعملته بصراحه ما عجبنيش، هو هاربك اقوى منه مليون مره، بس دام هاربك مقاطعه خلاص انا برضو مش هجيبه تاني. يعني ده بعد كده ما استعملته حسيت بصراحه ان التويلت برضو ما نضيفش النظافه اللي انا يعني بشوفها كده كل مره من الهاربك، فبرضو عملته تاني بالمنظفات اللي شفتوها كده معايا، فيعني بقى حلو يعني. المهم دخلت بقى كده على المرايه اول حاجه، طبعا كنت شغاله الاول وانا ناسيه اطفي الاضاءه بتاعتها بعد كده افتكرت فقفلتها، لان في الفيديوهات اللي فاتت اللي انا كنت بعمل فيها المرايه بتاعت الحمامات او الحمامات نفسها كان في ناس كتير قوي بتخاف عليا من الكهرباء، فانا النهارده كنت حريصه جدا جدا ان انا يعني ما اسببلكوش اي قلق. انا والله العظيم بكون يعني الحمد لله رب العالمين يعني مطمنه، لان زي ما قلت لكم برضو قبل كده ان انا عندي في الحمامات في عزل من الميه، يعني الكهرباء ما بتتفاعلش يعني مع الميه، فما بيحصلش ابدا اي حاجه، لكن في ناس برضو بتبقى خايفه وبتبقى قلقانه، فانا كنت حريصه جدا المره دي. عايزه اقول لكم ان منظر الحوض يعني لا يسر عدو ولا حبيب، كنت متضايقه جدا 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 ان انا يعني من ساعه ما جيت عندي اولويات عايزه اعملها وعايزه حاجات كده اخلص منها، فمناظر الحمامات يعني حرق دمي الصراحه، فاعذروني طبعا ده مش العادي بتاعي ولا ده المعتاد، لكن المرحله اللي احنا وصلنا لها دي طبعا كانت غصب عني جدا، وانا عارفه طبعا انتوا هتقدروا حاجه زي كده. وزي ما قلت لكم كده انا محتاجه دعواتكم، محتاجه كده ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يعيني، وباذن الله باذن الله رب العالمين يعني هرجع كده الشقه زي ما كانت واحسن كمان. يعني انا ببقى زعلانه الصراحه كل ما اشوف منظر مش ولا بد، لكن اول لما كده ببتدي كده استعين بالله وابتدي كده شغل في المكان اللي انا موجوده فيه، فيعني الحمد لله رب العالمين ربنا بيعني، ويعني بعد ما بخلص كده المرحله اللي انا بكون فيها فيعني بتبسط بصراحه وبنسى التعب اللي انا بكون فيه. المهم هنا ده اللي هو البريكس بتاع قاعده التويلت ده، طبعا ده لونه انا معرفش، هو اللي انا كنت بستعمله الاول كان لونه ازرق، لكن ده كده من جوه لونه اخضر، فانا كنت في المعتاد دايما بعمل الحركه دي ان انا بحط الاول الهاربك او يعني منظف التويلت بحطه الاول كده في القاعده على اساس ان هو يعني يبوش اي اتساخات فيها، واسيبها كده حبه حلوين، وعلى ما اعمل اي حاجه تانية في الحمام يكون يعني النظافه بتاعته كده اشتغلت وبقى الدعك بتاعه سهل عليا. فانا حطيت كده زي ما شفتوا في الاول، وبعد كده بقى قلت اخد كده المقشه حبيبه قلبي اللي تعبانه معايا والله طالع عينيها، عايزه اشتري واحده جديده، يعني ان شاء الله كده هبقى اجيب، ده والله كسل بس مني مش اكتر، لكن ان شاء الله هبقى اجيب واحده جديده كده، لان دي بجد اتهرست معايا في حاجات كتير قوي. فكنت باخد بقى كده من الخليط اللي انا عاملاه الحلو القمر ده، وابتدي بقى كده ادعك مكان في قلب الحمام. الاول بدات كده بالشباك زي ما انتم شايفين، ويعني ما كنتش بسيب الصابون كده عليه فتره، لان الصابون لو ما اتغسلش على طول في ساعتها، او يعني الخليط ده لو ما اتغسلش على طول في ساعتها هيعمل كده زي تجييره في قلب السيراميك وكمان في الازاز بتاع الشباك. فانا المكان اللي كنت بدعكه كده زي ما انتم شايفين كنت على طول بغسله على طول كده بالميه، وبنضفه كده على طول بالميه، علشان زي ما قلت لكم ما سيبش الصابون يطول عليه فيجير. وانا ناويه برضو يعني باذن الله يعني ما اهلكش نفسي قوي، لان انا مش هقدر ان انا اعمل كل الحاجات دي في وقت قياسي، او مش هقدر يعني ان انا اعمل كل اللي انتوا شايفينه ده في يوم واحد. فانا باذن الله هحاول برضو ان انا انجز معاكم قبل العيد واخلص قبل العيد، علشان نفسي افرش الشقه معاكم، نعمل كده فرش للشقه كله كده مع بعض قبل العيد على طول. فباذن الله يعني كل يوم هعمل حاجه، وانا اصلا كنت ماشيه على الوضع ده في الاول. الوضع ده مريح جدا جدا ان انت كل يوم تعملي حاجه عندك في البيت تخلصي كده منها، لكن انا بالنسبه لي هنا علشان زي ما انتم طبعا كنتوا شايفين منظر الشقه عامله ازاي، فالتنظيف نفسه يعني مرهق كده عليا شويه، لكن زي ما قلت لكم كده بستعين بالله، ولما بحس بالتعب قوي كده ممكن اخد مسكنايه ولا حاجه اشرب كده حاجه تفوقني وابدا كده شغل تاني. فيعني ربنا بيعيني والله العظيم، فالحمد لله رب العالمين على كل حال. ربنا يا رب كده يديكم الصحة ويعني يعينكم انتوا كمان. وطبعا بقى كده دخلت العيد علينا، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام يا رب الف خير. مين بقى صايم كده الايام دي؟ اكتبوا لي بقى كده في التعليقات وقولوا لي كده مين بيصوم كده العشرة الاوائل اللي قبل العيد دول، اكتبوا لي كده وعرفوني. ربنا يا رب يعينكم كده ويتقبل منكم يا رب صالح الاعمال. عايزه اقول لكم ان انا يعني في الوقت ده قبل ما اغسل التويليت نفسه
بالميه يعني. فصلت كده الكاميرا، وبصراحه الدعكه بتاعت المقشه دي الصراحه ما كيفتنيش، ما عجبتنيش، فجبت كده الاسبونشه اللي انتوا شفتوها دي وحطيت كده عليها سلك مواعين، ومسكت القاعده دي بقى كده يعني ظبطتها خليتها كده تنور. في ناس يعني ما اعرفش ده تعليق يعني جالي الصراحه مش كتير، قليل، بس هم مثلا حوالي 2 3 بيتضايقوا من شكل اعاده التويلت وهي بتدعك او بتتشطف، وانا ما بكونش لابسه جلافز في ايدي، وانا صراحه ما برتاحش ابدا فيه في التنظيف. فانا فصلت الكاميرا خالص ونضفته كده كله كويس من جوه ومن بره، وخليته كده زي القمر وبيبرق، وبعد كده رجعت تاني التصوير. عايزه اقولك يعني انتي لو بتتضايقي طبعا انا مش هتسبب ابدا في حاجه تضايقك، لكن انا طبعا يعني بعد ما بخلص تنظيفات بالمنظر ده في الحمامات او الكلام ده، طبعا في شاور محترم جدا جدا بيتاخد، في كمان معقمات بتتحط على الايد علشان خاطر طبعا بندخل بعد كده نعمل اكل لولادنا ونتعامل في حياتنا الطبيعيه، فطبعا لازم ايدينا تكون نظيفه، متاكدين طبعا ان هي نظيفه 100%. وانا عندي الحمد لله رب العالمين عندي يعني معقمات هنا في البيت بالعبيط يعني. فبعد ما بخلص الكلام ده طبعا لازم باخد شاور وبعقم ايدي كويس جدا طبعا، واحنا اصلا يعني بنتوضى 5 مرات في اليوم، فايدينا اكيد بتفضل طول اليوم كده زي الفل. المهم عملت كده الارضيات معاكم برضو، دعكتها كده كويس قوي بالمقشه، والدرج اللي عليه قطعه من الاستيكر دي كده، انا كنت جايبه الاستيكر ده وقبل ما امشي من البيت كنت كده مجربه كده الحته الصغنونه دي علشان اشوفها شكلها هيكون حلو على الوحده بتاعه تحت الحوض دي ولا لا، فلقيت شكلها حلو، بس انا لسه ما كملتش اللزق الاستيكر كله. هنا بوريكم منظر الحمام كله بعد ما خلصته. هحط ستيكر على الوحده اللي تحت دي لان هي بدات تتاثر، الادراج بتاعتها بدات تتاثر من الميه، فانا هحط كده عليها ستيكر يحافظ عليها. لكن زي ما بقولك كده ما كنتش لحقت ان انا يعني اعمله، بس حسيت كده ان هو لونه حلو يعني مناسب، فهعمله ان شاء الله معاكم في الايام اللي جايه. كده خلاص خلصنا الحمام وخلصنا الدريسنج الحمد لله رب العالمين. استنوني بقى كده برضو في الفيديوهات اللي جايه، لسه قدامنا اوضه النوم محتاجه ان هي تتعمل طبعا، عامله برضو محترمه، والمطبخ الله المستعان، واوضه الاطفال. فان شاء الله كده باذن الله مش هحاول ابدا يعني، هحاول ان انا ما اتاخرش عليكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك، بحبكم جدا جدا في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.